توج عدو عبس الأبدية ديمبيلي بالكرة الذهبية متفوقا على كل من يامال ورافينيا بفرق شاسع كعدد دوري الأبطال بين ريال مدريد وبرشلونة. بهذا التتويج رد ديمبيلي دين الكرة الذهبية المسروقة من فينيسيوس وأنزل دموع عبس بعدما علموا بالخبر. بعد عدم تتويج أنطوني بالكرة الذهبية على فرانس فوتبول أن تغلق أبوابها وتلغي جائزتها وتبتعد عن اللعبة ثم تذهب لتبيع البطاطس والبصل في باب اليمن. وتوج دوناروما بجائزة أفضل حارس في العالم متفوقا على أساطير الحراسة أمثال أشتيغن وأبو 20 وأونانا. وبعد فوزه خرج بتصريح صادم حيث قام بشكر إدارة مانشستر سيتي على دعمها له متناسيا باريس سان جيرمان، مما أغضب ناصر الخليفي وقرر ابتداء من اليوم نقل مباريات مان سيتي على الراديو واستبعادهم من بين سبورت. وبخصوص جائزة أفضل حارس فهي غير منصفة تماما، فالحق بها هو تشواميني الذي قدم تصدي تاريخي أمام برشلونة وأنقذهم من هدف محقق. وغريب وعجيب كيف لم يتوج مارتينيز بجائزة أفضل حارس في العالم. يبدو أنهم نسوا لقب كأس العالم 2022 الذي توجت به الأرجنتين. حسب مراسل صفحة صاخر بي تي سي فإنه قبل إعلان الفائز بالجائزة وجد لابورتا في حمامة الحفل يدعي أن يتوج بها ديمبيلي كي لا يدفع 25 مليون يورو لليدز يونايتد في حالة تتويج رافينيا بها. وتوج أرسنال كأفضل فريق في العالم ولكن للسيدات وليس للمقاولين. وتم ظلم صانع أمجاد أرسنال بتسجيله هدفين في مرمى ريال مدريد بعدما وضعوه في المركز 27 في الترتيب، رغم أن الجائزة كانت غير واقعية. لكن انظروا إلى بيدري إنه خارج توب 10. ورغم مغادرته لأوروبا قبل 3 سنوات إلا أن فرانس فوتبول لم تنسى كريستيانو رونالدو ومنحته جائزة دييغو جوتا لأفضل اللاعب المتوفي. جميع اللاعبين الذين أتوا للحفل أتوا من أجل رؤية المتوج بالكرة الذهبية، إلا لامين يامال أتى للحفل من أجل البحث عن فتاة أجمل من نيكو نيكول. ولا تنسى تتويج أردا جولر بجائزة أفضل صانع ساندويتش شاورما.